ميني فلوق. صباح الخير عليكم خوتي، كي صبحتوا مزيان؟ نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. واول حاجه مبروك الشتا خوتي. اليوم ان شاء الله عندي جوج ديال الكليانات طالبين نطحن لهم الزيتون، قلت نشارك معكم هذا الفيديو ونتمنى الاعجاب ديالكم. اول حاجه هي غنمشيو نحلوا الطوموبيل ديالنا وغنجنبوا الكراسه لواحد البلاصه، وغير يمكن لي نرجع عند الخاوه ديالي باش نعبروا الزيتون اخوتي للكليان، حيت تبارك الله ما شاء الله طاحت الشتا هذه الليله، الدنيا مفزقه اخوتي والزيتون صباح فازك. وراكم عارفين ملي كتكون الشتا اخوتي كيكون شويه تكرفس، ولكن الحمد لله عليها جات في وقتها. دابا لقيتوني انا والخوادري كنعبروا ديك الزيتون، حيت الوزنه الاولى واحد السيد طلب لي البارح موزونه ناضيه، وهذا الكليان الثاني جاني بالليل وضروري نوزنا له حتى الصباح. طلعت عند الخاوه ديالو قلت له وزن لي واحد 200 كيلو باش ندوها ان شاء الله للماكينه. والسيد الاول طالب 350 كيلو والسيد الثاني طالب 200 كيلو باش نديهم الماكينه ان شاء الله ونطحنهم مشروكين. دابا لقيتوني كنعبروا وزننا 200 كيلو. دابا غنشدوا الخناشي ديالنا وغنغسل يدي باش نمشي نجيب الطوموبيل باش نسرجوا الخناشي ديالنا في الطوموبيل ونمشيو بهم ان شاء الله الى المعصره. دابا غنطلع باش نديماري الطوموبيل ديالي، ديماري الطوموبيل وغنخليها تسخن شويه على ما نحيد الجاكيطه. ضروري اخوتي دابا وقت العمل خصني نحيد الجاكيطه باش نقفض باش نمشي نهزو ديك الخنيشات ان شاء الله. دابا لقيتوني خارج باش نمشي نبلاصي حدا ديك الزيتون باش نسارجيوه. وراكم عارفين اخوتي دابا الزيتون رايب شويه وكيكون فيه مرجان ومع التكرفيش د الشتا، ضروري خصك تحزم مزيان وترمي الخناشي للطوموبيل. اول وزنه غنبداو بها هي الوزنه اللي فيها 350 كيلو، غنرموها هي الاولى غنقدموها لقدام، وعاوتاني باش نلوحوا الوزنه الثانيه باش نديرها بحدا باش ما يتخلطوليش الخناشي. الوزنه الاولى فيها 7 الخناشي والوزنه الثانيه فيها 4 الخناشي. دابا طلعت باش نركن ديك الخناشي هما الاولين، ودابا عاوتاني غنرمو انا والخاوه ديالي الوزنه اللي فيها 200 كيلو فيها 4 الخناشي غنديرهم بوحدهم باش ديك الشيء يكون موثق اخوتي، كل واحد يعبي الحاجه ديالو لحقه وطريقه وجبيلو حاضر على شغله. دابا صار جينا الخناشي غنمشي نجيب البواده، حيت هاد البواده ديالي غندير من السيد الاول طالب لي نديرهم في البواده وتنجي للدار ونعمرهم له في البواده صغار ديال 5، والسيد الثاني غنشري له البيدو والبواده صغار من الفيلاج. دابا غنغسل يدي باش نطلع نديماري المرسيدس ديالي ونقول بسم الله ونشد الطريق ديالي الى لاغافسي ان شاء الله. هنا الخوا ديالي عطاني شي الورق، قال لي سايب لي شي الورق تما في الفيلاج، هابط غنديرهم في الجيب ديالي وغنطلع الطوموبيل باش نديماري ان شاء الله ونكملوا الطريق ديالنا الى الفيلاج. واي واحد طالب اخوتي نطحلوا الزيتون مرحبا به، انا في خدمتكم جميعا. دابا غنخرجوا من الدار ديال خوادري وغنقولوا بسم الله ارضاد الوالدين وغنشدوا الطريق ديالنا ان شاء الله الى المعصره. واخيرا وصلنا للمعصره. دابا غنزلوا الزيتون ديالنا، غنبداو ب 200 كيلو هي اللي في الباب، غنحطوها هي الاولى غنوزنوها وغنجبدوا الوزنه الثانيه اللي فيها 350 حطيناها. دابا غنشد البيبان ديالي وغنطلع باش نديماري نحيد الطوموبيل ديالي من المساره باش عاوتاني يجي الكليان يجبر في خوي الزيتون. دابا خرجت لبرا بلاصيت واحد البلاصه وغنمشي لاكيس باش نعطيه الاسم ديالي باش يقيد لي البوند ديالي ويقيد لي السميه على الزيتون. عطيته الاسم ديالي الوزنه الثانيه الزاكي والوزن كاين 200 كيلو، والخناشي ضروري كيديروا 4 شحال ما عندك الخناشي كيقيدوهم تما، والبواط ما عنديش حتى نمشي نجيبهم من الفيلاج. بيعطيني بوند واحد بنديرو في الجيم ديالي والبوند الثاني غيديروا لي في مكه باش نمشي نديرهم على الزيتون. الوزنه الاولى درت لها البوند ديالها وغنمشي للثانيه عاوتاني ضروري ندير لها البوند ديالها، حيت ضروري اخوتي اي وزنه كيديروا لي الرقم ديالها باش ما يتخلطوش، حيت كاينين بزاف د الزيتون، هذا علاش كيديروا السميه والرقم ديال الزيتون. بعد ما سالينا دابا غنمشيو نضربوا دويره للفيلاج حيت عندي شي شغل على ما توصلني النوبه، حيت باقا ما غتوصلنيش النوبه دابا. واخيرا وصلنا للفيلاج. اول حاجه غنبداو بها وهي غنعمروا البيدو باش نطلعوا نسيقوا الطوموبيل ديالنا من ديك مرجان اللي مجموع فيها، حيت الزيتون اخوتي دابا كيكون فيها مرجان بزاف، ويقولوا مرجان ما صالحش للطوموبيل كيخرج على الطوبله ديال الطوموبيل، هذا علاش كندير الماء وكنكرد ديك مرجان من الطوموبيل. بعد ما سالينا دابا غنشدوا الباب ديالنا باش نمشيو نقضوا عاوتاني الشغل ديالنا. وهذه هي اللوطه السبيطار اللي كاينه في غافسي بادين فيها الاصلاحات. تحياتي خاصه ليهم، اي واحد حاضر في هذه الجماعه تحياتي خاصه ليه عند جبيلو. واخيرا وصلنا دابا للزريقه، غنمشيو نتقداو البواده ديك السيد حيت ما عندوش البواده، غنشري له البواده، غنشري له بيدو كبير وبواده صغير. ودابا غنكملوا الطريق ديالنا الى للماكينه قبل ما توصلنا النوبه، ضروري خص يكون حاضر على شغلي. دابا وصلت وغنزل ديك البواده باش نمشي نديرهم على الوزنه الثانيه حيت ما عندهاش البواده. غندخل معصره وغنمشي وغنربطهم بسبيلو وغنديرهم على الوزنه وغنخليهم تمايا حتى يوصلني الدور ديالي. دابا ربطناهم ومشينا، كان التوقيت ديال الظهر، ضروري اخوتي نصلوا الصلاه ديالنا في التوقيت ديالها. حيدت الصباط ديالي ودرت السنداله باش نمشي نتوضا. ضروري الاخوان اي واحد
وفي اي خدمه وفي اي مجال ضروري الانسان يسمع الاذان، ضروري يمشي يتوضا ويصلي الصلاه ديالو باش كيرتاح نفسيا. توضينا وسالينا، دابا غندير الكاسكيت ديالي باش نمشي نصلي الصلاه ديالي وربي يعاونني على هذا الشيء اللي كندير. هنا لقيتوني صليت الصلاه ديالي وكندير الجاكيطه ديالي، وهنا رجعت للسياره ديالي باش ندير السبرديله ديالي ونسود الباب ديال الطوموبيل ديالي، وغنمشي نقلب ما ناكل. حيت جوعت اخوتي، مشينا عند واحد السيد لقيناه ما عندوش الماكله، ديبانا ناعيب الخبز ديال الدار، صايبنا شي كاسكروط خفيف ظريف، جلست ناكل. دابا غنرجعوا للمعصره اخوتي باش نحضر على الزيتون كيتطحن. هذه اول وزنه غنقربوها للباب ديال الماكينه، وهذه الوزنه الثانيه عاوتاني غنقربوها. دابا بداو بالكوبان ديال الزيتون في الحفره، هذه الوزنه اللي فيها 350، وغنشاركوا معكم اخوتي شحال غيعطي ديال الزيت ان شاء الله في هذا الفيديو. اي واحد طالب الزيت مرحبا به اخوتي، انا كنبيع الزيت والزيتون ديال الخاوه ديالي، انا كنتكلف وكيعطوني قهوه ديالي كنطحن الناس اللي بعادين ما كيبغوش يجوا، انا كنتكلف لهم. هنا الوزنه الاولى مشى الزيتون ديالها يتعصر، وهذه الوزنه الثانيه عاوتاني غيكبوا لها الزيتون ديالها تبارك الله وما شاء الله على الخير ديال البلاد. دابا كبوه في الحفره ودابا غيبدا يطلع الزيتون، دابا قرب يسالي غيمشي تطحن. دابا بعد ما سالينا دابا خصني ضروري نمشي نخلص باش نخرج الزيت ديالي، حيت هنا عاوتاني القانون نبدل على المواكين اخرين. عطيته البوانت باش يقطع ليا شحال عندي ديال المصروف. هنا الوزنه الاولى فيها 350 جات 3500 ريال، والوزنه الثانيه فيها 200 هي 100 درهم ديال الخلاص، راد لي 25 درهم. دابا مشيت وعطيته البوانت حيت لحقني الدور ديال تعمر الزيت، غنديروا ديك البيدو غنديروا ديك صفاي، ونتمنى من الله يعطيهم الزيت. حيت اخوتي ما كنبغيش نتحشم مع الناس، كل واحد وشحال كيسخر له الله ديال المعطى ديال الزيت. وان شاء الله اليوم غيكون ان شاء الله نهار زوين مع هاد الناس هادم الزويونين. دابا كنعمروا الزيت ديالنا، انا واحد الدري جا معايا للفيلاج وديع تبارك الله وما شاء الله عليه كيعاونني الله يخلي له الصحه ديالو. عمرنا البيدو الاول ودابا كنعمروا البيدو الثاني. هذه الوزنه الاولى اخوتي اللي فيها 350، ودابا بادين في وزنه الثانيه اللي فيها 200 كيلو اخوتي. عمرنا بيدو ديال 25، حيت بيدو ديال 25 كيتعمر الحرزازه، وهذا فايتي الحرزازه حيت ملي كيفوتوا الحرزازه كيعطوا خطر 25 يطرو. دابا عاوتاني عمرنا تبارك الله 5 يطرو، وتبارك الله خوتي الزيت ديالهم خرجت خاطره كما كتشوفوا معايا. وكل واحد كيعطيه ربي على قد النيه ديالو اخوتي، كل واحد شحال كيسخر له الله. وقبل ما نسالو اخوتي غنخليكم مع هذا المقطع ديال الفيديو باش نعرفوا شحال عطى للقنطار ديال الزيت. هي 35 كيلو فاصله 20 35.20 مضروبه 1.1 36 مقسومه شحال 100 الكيلو هذه 200 هي مقسومه على جوج 18 عطاك صافي 18 يطلع الخلطه. صافي نزل هذوك الواجه قيم بحث معاك بحث الوجه نزل هذيك نزل معاك نزل عاود شويه شي فينا ما يطلع صافي 53 مضروبه ب 1.1 هذه يقول 54 ماشي 53 و 800 تما 59 مقسومه شحال جبتو بهذه شحال 350 مقسومه على 350 هذه 3.5 16 هذه عطات قول 17 16.97 17 عطات هذه صافي شكرا الله يحفظك. وبعد ما عرفتوا اخوتي شحال عطانا ديال الزيت في القنطار، هنا غيكون سالا ميني فلوق ديالنا. تحياتي خاصه اخوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وتحياتي خاصه اخوتنا الجزائريين وكاع الدول العربيه اللي كتشاهد يوميات جبيلو. تحياتي خاصه ليوم العاصمه بني زروال اقليم تاونات. كنحيي كاع المتتبعين ديالي، واللي بغى اخوتي نطحلوا الزيتون مرحبا به، هذا هو الرقم الواتساب ديالي. واللي بغى الزيت حتى هي موجوده اخوتي يدخل عندي الواتساب ديالي، انا كنتكلب جميع المهمات. وهنا غنقول لكم مع السلامه اخوتي.